السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة إعدادي عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير. ذكرنا في المحاضرة اللي فاتت نقاط أساسية كده، اللي هو التفاعل الكيميائي معناه إيه؟ هو كسر الرابطة الموجودة في المتفاعلات، جزيئات المتفاعلات، وتكوين روابط جديدة في جزيئات النواتج. وشبهنا بالقلم ده إن أنا بكسر رابطة وبكون إيه؟ بكون رابطة. طيب النهارده هنتكلم وشبهنا كمان ان التفاعل الكيميائي ده عباره عن مترو وفي محطات. هما 3 محطات اللي هو انواع التفاعل الكيميائي. تفاعل اسمه الانحلال الحراري واحنا خدناه بال5 معادلات بتوعه. التفاعل الثاني اسمه الاحلال الحراري وده هناخده النهارده. تفاعل الاكسده والاختزال. طيب خليني اقول لك، لما انا نزلت على المحطه الثانيه اللي هي الاحلال الحراري وجدت فيها مبدا البقاء للأقوى. يعني القوي دايما هو اللي بيقعد وبيظل ثابت مهما كان العوامل المؤثرة عليه هو قوي. طيب التفاعل الحلال الحراري ده معناه ايه؟ تفاعل كيميائي بيتم فيه إحلال عنصر نشط محل عنصر أقل منه نشاطا. طيب أنا علشان كنت في المحطة دي وجدت كده قائمة سرية هي بتقول لي مين العناصر القوية اللي ممكن تحل محل عناصر تانية ضعيفة، ومين العناصر الضعيفة اللي ممكن تنحل من غير أي حاجة خالص. القائمة السرية دي سموها في المحطة متسلسلة النشاط الكيميائي. متسلسلة النشاط الكيميائي دي متسلسلة بنرتب فيها العناصر ترتيب تنازلي حسب درجة نشاطها الكيميائي. طيب اختصرناها في كلمة ايه؟ اختصرناها في كلمة بص بكم أخ حقر هيدروجين نزب بلاتين وذهب. بص اللي هي ب ص بوتاسيوم وبعد كده صوديوم، بكم اللي هي ب الباريوم وبعد كده الكاف الكالسيوم والميم المغنيسيوم، وهكذا بقى الألف ألمونيوم والخ خرسيم وبعد كده الهيدروجين وبقيت ايه الكلام اللي احنا قلناه في الدرس النهارده. طيب لقيت بقى خدت السلسله بتاعتنا ديت او متسلسله النشاط الكيميائي ديت، اللي هو بقى الحاجه السريه اللي نعرف من خلالها مين القوي مين الضعيف مين ممكن يحل محل مين. فوجدت بقى دخلت المحطه لقيت فيها بابين اللي هي انواع الاحلال الحراري. الاحلال الحراري ليه نوعين، يا اما يكون احلال حراري مزدوج يا اما يكون احلال حراري بسيط. الاحلال المزدوج مش هنقول النهارده، هنتكلم في البسيط. ليه 3 معادلات يا شباب. اول حاجه فلز مع هيدروجين ميه، فلز مع هيدروجين حمض، فلز مع فلز. طيب تعال نتكلم على فلز وهيدروجين ميه. انتوا طبعا عارفين الميه H2O، تمام. طيب لو جبنا فلز زي الصوديوم نشط جدا في اول متسلسله هنلاقيه بيتفاعل فعلا مع هيدروجين الميه وبياخده يطلعه بره وهو بيقعد مكانه. ففلز زائد هيدروجين ميه بيديك هيدروكسيد الفلز زائد ايه؟ زائد هيدروجين. المعادله بتاعتنا هتبقى 2Na زائد H2O هتدينا NaOH زائد H2، هيطلع طبعا حراره بيصاحب التفاعل ده حراره. طيب التفاعل الثاني اللي هو فلز مع هيدروجين حمض، وهنا جبت 3 انابيب اختبار وحطيت فيهم حمض مركز زي HCl، تمام. وبعد كده حطيت في اول انبوبه اختبار شريط نحاس ما تفاعلش، واستنتجت من كده ان الهيدروجين بيسبق النحاس في متسلسله النشاط الكيميائي فعشان كده ما تفاعلش. طيب حطيت الخرسين اللي هو زد ان لقيته تفاعل لان الخرسين بيسبق ال HCl فتفاعل. بعد كده رحت حاطط الالومنيوم برضو تفاعل، بس اللي استغربته ان الالومنيوم بيسبق اصلا الخرسين في متسلسله النشاط الكيميائي ومع ذلك كان اسرع منه. فانا رحت قايل ليه؟ قال لك علشان الالومنيوم، لما بحثت يعني قال لك عشان الالومنيوم بيكون طبقه من الاكسجين بتمنع تفاعل الفلز ده مع الحمض مباشره، بياخد فتره عشان يكسر الطبقه دي وبناء عليه بعد كده بيكون الخرسين اسرع في التفاعل من الالومنيوم. اخر حاجه الفلز مع فلز، لو جبت مغنيسيوم وجبت كبريتات نحاس مثلا اكيد المغنيسيوم بيسبق النحاس وبالتالي هيطرده من مكانه ويقعد مكانه، فتبقى المغنيسيوم لو فعلتها مع كبريتات نحاس هتديني كبريتات مغنيسيوم والنحاس هيطلع كراسب ايه؟ كراسب احمر. طيب كل ما بزيد البعد بين العناصر وبعضها كل ما كان التفاعل الكيميائي بيكون اسرع.
بيكون الإحلال الحراري أسرع. يعني مثلا لو فعلت البوتاسيوم مكان المغنيسيوم، شلت البوتاسيوم مكان المغنيسيوم، التفاعل هيكون أسرع. مش علشان البوتاسيوم بس أقوى من المغنيسيوم، لا، ده علشان المسافة بين البوتاسيوم والنحاس بتكون أكبر من المسافة بين المغنيسيوم والنحاس. أتمنى تذاكر وتجتهد، ولكل مجتهد نصيب، وإن شاء الله ربنا يوفقكم، وأشوفكم كلكم دكاترة. مع السلامة.